السلام عليكم. كلنا بنعرف انه اللاعب ما بيقدر يلعب ب 11 مركز، يعني المدافع ما بيقدر يلعب وسط والحارس ما بيقدر يلعب مهاجم الا اذا كنت كامافينجا، لانه انشيلوتي اخو الشيلين بيلعبوا باي مركز بده اياه. بس اليوم انا اقصد مباريات لعب فيها كريستيانو رونالدو لوحده بانه هو سوى مجهود فردي، سجل الاهداف كامله بدون مساعده اي شخص اخر. فلهيك نبدا بالصلاه على سيدنا محمد ونقول بسم الله. مباراه اتلتيكو مدريد ويوفنتوس سنه 2019 كانت اول مره بيرجع فيها كريستيانو رونالدو لمدريد بعد خروجه من ريال مدريد. جماهير اتلتيكو مدريد كانت حاقده جدا على الشخص يلي كان يخرجهم من الابطال ويخسرهم نهائيات، يعني ارتاحوا منه باسبانيا من ريال مدريد واليوم جاهم مع يوفنتوس، يا اخي حل عنا. فهون كريستيانو رونالدو حاول انه يسجل في الدقيقه 58 على اتلتيكو مدريد، لكنه للاسف سقط على الارض، والمصيبه جت بعد 20 دقيقه، لانه في الدقيقه 77 يسجل المدافع الاوروغواياني خيمينيز هدف التقدم لصالح اتلتيكو مدريد. لكن المصيبه الاكبر كانت بعد 5 دقائق فقط، لانه كريستيانو رونالدو تلقى فريقه الهدف الثاني وصارت 2-0 لصالح الاتلتيكو. وقتها مدرب اتلتيكو مدريد دييغو سيميوني سوى حركه مستفزه جدا لا اخلاقيه ما بقدر احطها هون، لكن انتظروا لان الامر لم ينتهي، لان المباراه الثانيه كانت في تورينو مع يوفنتوس. وقتها كريستيانو رونالدو حس انها تحدي له انه يرجع بالنتيجه 3 اهداف عشان يفوز، وبالفعل في الدقيقه 25 اللاعب برناردسكي يرفع عرضيه رائعه جدا يرتقي بها كريستيانو رونالدو ليسجل التقدم ليوفنتوس. وفي الدقيقه 42 حاول كريستيانو رونالدو انه يسدد الرأسية الثاني، لكنه سقط على الارض وحس انه فشل ذريع، ولكن فشله ما دام طويل، لانه بعد 5 دقائق فقط في الدقيقه 48 يسدد كريستيانو رأسية رائعه جدا يتصدى لها الحارس يانو بلاك، لكن للاسف انه تصدى لها داخل الخط والحكم احتسبها هدف. حاولوا اتلتيكو مدريد انه يسجلوا الهدف عشان يتأهلوا على حساب يوفنتوس، لكن خيبة امل صارت في الدقيقة 84 بعد ما سقط اللاعب برناردسكي في منطقة الجزاء والحكم يحتسبها ضربة جزاء لصالح يوفنتوس. وهنا لاعبين اتلتيكو مدريد اعترضوا جدا على ضربة الجزاء، وعرفوا انه التأهل للدور القادم بات حلما لن يتحقق، لانه كريستيانو رونالدو لم يتردد في تسديدها. وبتمنى كمان انتم ما تترددوا انه تحطوا لنا اللايك وتشتركوا في القناة عشان نوصل 2 مليون، محتاج فزعتكم. المباراة الثانية كأس عالم 2018 بين اسبانيا والبرتغال. اسبانيا بكامل نجومها وشبابها كانت ضد كريستيانو رونالدو واصدقائه، والبرتغال يحتاجوا للفوز او التعادل ولا شيء غيره، لانه خسارة هاي المباراة معناها عدم التأهل لدور ال16 في كأس العالم. كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية تحديدا يعرقله اللاعب ناتشو داخل منطقة الجزاء ويتحصل على ضربة جزاء، وما تردد ابدا انه يسددها في شباك دخية. ولكن مهمة كريستيانو لم تنتهي، لانه في الدقيقة 23 اللاعب دييغو كوستا يعدل النتيجة لصالح اسبانيا، لكنها لم تكن مشكلة بالنسبة للدون، لانه في الدقيقة 43 يسدد تسديدة صاروخية على دخية استهزأ بها، لكنه نسي القانون الاول بان لا تستهزئ بتسديدات الدون ودخلت شباك. تسديدات كريستيانو ما لازم تستهزئ بها، لانها ممكن تكسر احد اعضائك مثل ما صار مع لوكاكو ومثل ما صار مع حارس مالاغا. بدأ الشوط الثاني ودييغو كوستا عدل النتيجة في الدقيقة 54، والاسبان كانوا داخلين بحماسية كبيرة جدا، وبعدها فقط ب3 دقائق يسدد ناتشو تسديدة صاروخية عشان يعوض خطأه ويسجل التقدم لاسبانيا. ولكن الخطأ الاكبر جاء في الدقيقة 84 لما بيكي عرقل كريستيانو في منطقة خطيرة جدا. وقتها لاعبين اسبانيا احتجوا على الضربة الحرة وكأنها ضربة جزاء، لانه عرفوا انه ما لازم تعطي كريستيانو رونالدو ضربة حرة في هذه المنطقة تحديدا. لاعبين اسبانيا كانوا مركزين مع الحكم، لكن كريستيانو رونالدو كان مركز بشيء واحد فقط وهو الزاوية 90. ووقتها عرفت اسبانيا انه حلم الفوز بهاي المباراة بات امرا مستحيل. مجهود فردي 100% للاعب في كأس العالم ما صار عبر التاريخ. المباراة الثالثة كانت فولسبورغ وريال مدريد دوري أبطال أوروبا 2016 دور ال16. بدأت المباراة وفي الدقيقة الأولى كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول لمدريد، لكن للأسف كان تسلل. لكن الموقف الأصعب من التسلل كان في الدقيقة 17 لما كازيميرو عرقل اللاعب الألماني داخل منطقة الجزاء وضربة جزاء لفولسبورغ، ولم يمانع اللاعب الألماني رودريغيز بأن يسجلها في شباك ريال مدريد. ولكن بعد 5 دقائق يسجل الهدف الثاني اللاعب تشورلي على مدريد ويصعب مهمة الملكي في الرجوع في المباراة. حاول الملكي أن يسجل على فولسبورغ في الدقيقة 34 عن طريق كروس لكنهم فشلوا، وعن طريق ركلة حرة في الدقيقة 44 عن طريق جارث بيل لكنهم فشلوا. وفي الدقيقة 56 جارث بيل يرفع كرة لكريستيانو رونالدو ويحاول يسجلها، لكنه للأسف فشل ذريع. هنا أدرك كريستيانو أنه لازم يعوض فشله بفوز يحسم البطولة، لأنه مهمة إرضاء جماهير الملكي أصعب مهمة على مر التاريخ، لكن كريستيانو رونالدو كان قد
المهمة، لأنه بعد أسبوع تحديدا وتحديدا في السانتياغو برنابيو مدريد لم يحتاج كريستيانو رونالدو إلى أقل من 15 دقيقة ليسجل الهدف الأول للملكي، وبعد دقيقة واحدة حاول كريستيانو رونالدو أنه يسجل الهدف الثاني لمدريد، لكن الحارس تصدى لها وخرجت ركنية. حس كريستيانو رونالدو أنه فشل، لكن فشله لم يدم طويلا، لأنه الركنية اللي صنعها بنفسه رفعها توني كروس رأسية للدون ليعدل النتيجة. ما لم يستطع ريال مدريد بكامل نجومه أن يفعله في المباراة اللي قبلها فعلها كريستيانو رونالدو ب 15 دقيقة فقط. صمد فولسبورغ طيلة المباراة، لكن صمودهم لم يكن كافيا بعد أن سقط مودريتش في منطقة كريستيانو رونالدو المفضلة، ومثل ما فعل مع إسبانيا لم يخجل كريستيانو رونالدو أن يفعلها أمام الفريق الألماني ويسجل هدف الفوز لمدريد. هذه هي المباريات التي أبدع فيها الدون، وأثبت أن اللاعب يستطيع أن يكون فريق ويعوض 11 لاعب. لا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات مباريات أنا نسيتها بدع فيها الدون، واكتبوا لي في التعليقات إذا بدكم نسوي عن لاعب آخر مثل كريستيانو رونالدو، ولا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك، ونشوفكم قريب بإذن الله، والسلام عليكم.